السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله الفيديو ده هتستغربوا فيه وهتضحكوا جدا لو اتفرجتوا عليه. بص، انا كنت هصور لقيت التليفون فصل مرة واحدة، وبعد ما جهزت كل حاجة لقيت التليفون اشتغل تاني، فقلت والله ما ابخل عليك ولازم اصور لكم واوريكم انا عملت ايه. بص يا حبايب قلبي، الكوسة غسلتها وشرشرتها كده بالمقوار وظبطتها وقطعتها كده. والبشاميل طبعا كل الستات شاطرة وبتعمل بشاميل. واللحمة المفرومة عسقتها وحطيت عليها فلفل الوان وطماطم. طب وبعدين يا ست سهير؟ وبعدين بقى يا حبايب قلبي هطبق معاكم بقى الاكلة دي، هطبقها معاكم وهوريكم هعمل ايه. ماشي يا حبايبي؟ ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك واشتراك في القناة. انا زي ما انا في نفس المطبخ ما اتنقلتش وما اتحركتش. ربنا يكرمني، ادعولي واصور لكم في مطبخي وفي شقتي ان شاء الله. ماشي يا حبايب قلبي، وحشتوني وحشتوني جدا جدا جدا، يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. انتوا عندي قد الدنيا بحالها والله العظيم. احنا يا حبايبي بنحاول نطور من الاكل شويه، يعني بندلع الكوسه شويه، نعملها كده نعملها كده، نحط كده شويه زيت زيتون حلوين. تمام. ونسيبهم يسخنوا، وهننزل عليهم طبعا بالكوسه، ناخدها تشويحه كده سريعه، وبعد كده ايه هنشوف ان شاء الله هنعمل ايه. يعني بنقول مثلا بدل ما نعمل الكوسة النهاردة بالصلصة، النهاردة مش عارف ايه، النهاردة بالايه كده يعني انتوا اعتبروها كوسة بالبشاميل، هي تعتبر كده كوسة بالبشاميل. طبعا هنزل كده اهو، هي لسه الطاسة ما سخنتش. هديها تشويحة كده. طبعا هيديها طعم وهيديها شكل وهيديها يعني حاجات كتير تغيير. ادي احنا بنحاول نغير في اكلنا شويه. هديها تشويحه طبعا، مش هحمرها، هديها كده صدمه كده في الزيت واطلعها بالشكل ده طبعا. خلصت بقى كلها وارجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي، هحط كده شويه بشاميل من تحت واوزعهم كده، وارص الكوسه كده. تمام. ترصيها بقى، ترصها كده ترصها كده، مش هتفرق. انتوا عارفين بقى الرجاله بتحب التغيير، يعني غيروا كده لولادكم، غيروا لرجالتكم،
طوروا في الاكل يعني معنى اصح. مجتش كده تيجي كده. تمام. نحاول كده ايه نظبطها. تمام. حطيت كده بقى لحمة مفرومة، وهحط الاول صح هرش كده شوية بشاميل كده مش كتير على اللحم كده، اطلع كده شوية كده كده كده. تمام كده كده يا حبايبي. ماشي. وبعدين ترصوا طبقة تانية، طبقة كوسة كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اخلص وارجع له. وهنزل طبعا عليها بطبقة بشاميل كده زي ما انتوا شايفين. ماشي حبايبي. وانا مولعه الفرن. خلوها طبقة مش تخينة قوي، يعني دي مش مكرونة، يعني احنا عايزينها طبقة مش تخينة قوي كده حبايب قلبي بالشكل ده. وانا مولعه الفرن هدخلها الفرن ايه على فكرة انا بعمل الحاجة معاكم على طول، يعني مش بجربها الاول وبعدين اعملها معاكم، لا، اول ما بتيجي في دماغي بعملها معاكم من اول مرة. عشان كده بتبقى ايه يعني مش عارفة اوصلها لكم ازاي. يعني في مثلا في ناس على اليوتيوب تعمل الحاجة الاول وبعدين ترجع تعملها تاني معاكم مثلا، لكن انا لا، انا بعملها يعني معاكم من اول مرة. ماشي حبايبي. هحطها بقى في الفرن، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط لها الجبنة مش دلوقتي، بعدين هحط لها الجبنة، واحنا متفقين مش مختلفين ان انا ما بغرفش الاكل صح. خليكم معايا. وانا دخلتها الفرن دلوقتي، ولما تستوي كده هحط لها الجبنة على الوش. حطيت لها جبنة موتزاريلا على الوش. هي كده تمام خلصت. طلعها من الفرن ولا ولعت الشواية. ده شكلها النهائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك واشتراك في القناة. شكرا.